السلام عليكم، أنا أحمد هاشم. النهاردة هتكلم على الكياس تيستينج. في ناس بتسميه مونكي تيستينج، بس يعني ملناش دعوة بالقرود دلوقتي، خلينا في الكياس تيستينج. الفكرة كلها إن أنا لما يكون عندي هاي افيلابل سيستم محتاج إن أنا أبني الثقة بتاعتي وإن السيستم ده هيبيهيف بشكل متوقع في حالات الكيس، الحالات الكوارث. الفكرة كلها إن أنا ممكن يكون عندي الابلكيشن بيديبند على أكتر من حاجات اكسترنال. يعني مثلا انا كابليكيشن بديبند على داتابيز، بديبند على رابت ام كيو او كافكا، او بديبند على اكسترنال سيرفيس تبع تيم تاني او حاجه تانية، بديبند على الانفراستراكشر نفسها اللي انا الابلكيشن اب اند راننج عليها، زي اي دبليو اس او الداتا سنتر اللي انا راننج عليه. ففي كده شويه اسامبشنز انا بعتبر ان هي موجوده. انا مش متوقع ان الداتابيز يبقى فيها مشكله او كافكا يبقى فيه مشكله. على طول ببقى متوقع في التستنج ان انا المشكله هتيجي من الابلكيشن بتاعتي. الكياس تيستنج هو فعليا بيحاول يشوف ايه اللي ممكن يحصل للابلكيشن لما يكون حاجه من الديبندنسيز دي اللي انا بعتمد عليها فيها مشكله. كان نتفليكس حطت تو برنسبلز كده. اول حاجه ان انت ما يبقاش السيستم في one single point of failure، بمعنى ان لو مثلا الداتابيز بقى فيها مشكله مفيش اي حاجه من السيستم هتشتغل. يعني لو انا عندي مثلا السيستم بيحجز فنادق، وفي فنادق بتدخل تعمل مانجمنت للحجوزات وهكذا، هي داتابيز واحده لو الداتابيز دي فيها مشكله خلاص السيستم كله مش شغال. حتى الايميلز مش بتتبعت نوتيفيكيشنز، مفيش اي حد عارف يعمل اي حاجه على السيستم. طيب تاني حاجه ان انت ما يكونش عندك 100% confidence ان الموضوع ده هو ده الكيس. يعني لو انا بقول ان انا خلاص انا دلوقتي بصيت على السيستم ديزاين وبصيت على الكومبوننتس والديبندنسز ما بينهم، مقتنع ان مفيش سنجل بوينت اوف فيلير، اوعى تكون متاكد من كده، لان انت محتاج تجرب وتعمل زي كيس تيستنج عشان تتاكد من الموضوع ده، او يبقى عندك كونفيدنس اعلى، بس لكن عمرها ما هتوصل ل 100%. طيب كيس تيستنج ممكن ابداه ازاي؟ اول حاجه محتاج ان انا احط السيستم في ستيت تكون معروفه، انا كده عارف دلوقتي المونيتورنج بالنسبه لي جرين، مفيش مشاكل في السيستم. تاني حاجه ان انا ابدا انجكت المشاكل او الكيس ازاي، ممكن ليها كذا شكل. وبعد كده ببدا اشوف ان انا السيستم بتاعي المونيتورنج بتاعه عامل ازاي، وابدا ريبورت واكتب نوتس واشوف ايه اللي حصل، وابدا اكرر العمليه دي باكتر من شكل من اشكال الكيس. فالتفاصيل بقى بتاعت الكيس نفسها تبقى عامله ازاي. لو انا عندي سيستم بيتكون من اكتر من كومبوننت زي ما انا قلت، ممكن اول حاجه انجكت ديليز. يعني لو في مثلا انا ابلكيشن بتبعت اس ام اس، فانا بكلم زي اس ام اس جيت واي وعايز الاس ام اس تتبعت، فببعت اي بي اي ريكوست ومتوقع ان الاي بي اي ريكوست هيجي لي في وقت 100 ملي سكند ماكسيمم. طيب ايه اللي هيحصل لو كان الديلي بقى اكتر مثلا من 100% ملي سكند عشان البروسيس بتاع الاس ام اس دي؟ السيستم ساعتها هيبيهيف ازاي؟ ساعتها انا عندي في ثريدز اوريدي بلوكد او اكتر من ثريد بلوكد بسبب ان هو بيكلم الابلكيشن او بيكلم السيستم بتاع الاس ام اس جيت واي ده، وساعتها السيستم بيزي مش فعليا مفيش حاجه فعليا بيعملها قد ما هو بس مستني الريسبونس. فده هيبقى ليه امباكت. الامباكت ده بقى هيبقى عامل ازاي؟ هل السيستم هيتاثر ولا لا؟ ده انا بس بسيميوليت ديلي. طبعا انا عندي ممكن يكون اكتر من كومبوننت، ممكن احاول انجكت الديلي او سيميوليت الديلي في اكتر من كونكشن ما بين الكومبوننتس دي. حاجه تانية ان انا انجكت اللي هو راندوم فيلير، اللي هو سي ان انا اخلي الاس ام اس جيت واي دي تفيل بمثلا سي 50%، ممكن تفيل او 50% لا، وتكون راندم بحيث ان هو في ريكوست هيعدي، 2 ريكوست هيعدوا، 3 ريكوست ما عدوش، وهكذا. ساعتها عايز اشوف الابلكيشن هتبيهيف ازاي. مثلا لو بستخدم ريزيلينس لايبرري او فريم ورك، هل هيعمل في سيركت اوبن وساعتها هتبقى ما فيش حاجه عارفه تعدي ولا لا؟ هل الكونفيجريشن بتاعت السيركت دي اللي هو النمبر اوف فيلد مثلا اتمت، او اللي هو التايم نفسه، لو انا بالسيركت بكنترولو بمثلا تايم، لو اخر 10 ثواني في اكس مثلا فيلد، ساعتها هيمارك السيركت اوبن ولا لا؟ طب هي لما تبقى كلوزد هتاخد وقت قد ايه؟ او لما تبقى هاف اوبن هتاخد وقت قد ايه؟ هتاكد من الكونفيجريشنز بتاعتي دي مظبوطه ولا لا. ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اسيميوليت ان كومبوننت مش موجوده خالص، اللي هي واقعه، سواء بقى هي هتايم اوت ان هي مش بترد خالص، او يكون على طول بترجع لي اللي هو مثلا 500 ايرور، او ان هي بتسيميوليت ان على طول بترمي اكسبشن او في مشكله فيها. ساعتها برضو محتاج اتست السيناريو ده واشوف الكومبوننت اللي هتكلم او الكومبوننتس اللي هتكلم داون كومبوننت دي اللي سي داتابيز مثلا، ساعتها الابلكيشنز او السيرفيسز بتكلم الداتابيز دي هل هتبقى عندها اجزاء تانية شغاله ولا لا؟ السيستم كله واقع ولا في اجزاء معينه من السيستم واقعه ولا لا؟
ولو في اجزاء واقعه من السيستم ايه هي الاجزاء دي. بيبقى في ستيتس بيج كده، مثلا لو كتبت كده هل is Facebook down now، ساعتها ممكن توصل للستيتس بيج بتاعت ميتا او مثلا ستيتس بيج بتاعت سوني البلاي ستيشن. فبيبقى عندهم تفاصيل عن السيرفيسز اللي موجوده عندهم، وكمان الستيتس بتاعت كل سيرفيس. فساعات مثلا ميتا يكون عندها اكتر من حاجه، في مثلا حاجه فيها مشكله دلوقتي بس على الاقل باقي الابلكيشنز او باقي السيستم مش امباكتد اوريدي اب اند راننج والناس بتستخدمه عادي، فيبقى في سبست بس من اليوزرز هم المتضررين او مش عارفين ياكسسوا سيرفيس معينه. ممكن كمان اسيميوليت ان اي دبليو اس مثلا زون او الداتا سنتر من اللي انا شغال عليهم يكون داون. يعني انا لو انا عندي 2 داتا سنترز على الاقل او اكتر، ممكن اسيميوليت ان واحد منهم او اي دبليو اس زون فيها مشكله. طيب هل الابلكيشن عندي ممكن اشغله على الزون الثانيه؟ لو انا مثلا عندي في ايو في اوروبا وعندي في امريكا او عندي في الميدل ايست مثلا وفي اوروبا، هل ان انا اقدر اخلي السيستم يسيرف اليوزرز من زون واحده من الاثنين ولا هيبقى في مشكله؟ طب لو المشكله دي تبقى موجوده هتبقى في ديلي ولا لا؟ يعني الموضوع هياخد مني وقت ولا لا؟ انا كل هدفي من الكيس تيستنج ان انا اقلل المين تايم تو ريبير. يعني انا لو عندي مشكله انا عايز اعرف اولا المشكله دي الامباكت بتاعها ايه، والوقت اللي انا محتاجه علشان اصلح المشكله دي او اريكفر من المشكله دي لما تكون اتحلت خلاص. يعني هل الابلكيشن هتبيهيف بشكلها الطبيعي لما الداتابيز ترجع اب اند راننج، ولا الابلكيشن محتاجه مثلا ريستارت، او محتاج ان انا اريست في فلاج محتاج اعمله، محتاج كونفيجريشن اعملها في الابلكيشن، ولا هي هتبيك اب على طول لوحدها؟ وهل لو في كونفيجريشنز زي ما قلت في السيركت ما بين الكونكشنز ما بين الكومبوننتس، هل الكونفيجريشنز مظبوطه زي ما انا متوقعها ولا لا؟ ميزه طبعا الكيوس تيستنج ان هو بيخلي التيم الانجينيرز او لو عندي ديف اوبس تيم ان هو يبقى فاهم ايه الحلول بتاعه المشاكل اللي زي كده لما تحصل بعدين. يبقى انا لما انا في البرودكشن ودلوقتي انا اون كول وحصل مشكله، فبقى ببص اشوف الاليرت اللي طالع، فعارف ان مثلا الاليرت بيقول داتابيز اكس داون، خلاص انا كده ببدا ابديت الستيتس مثلا بيج، او ببعت لحد بقول خلاص دلوقتي انا عارف ان السيستم بتاعنا بيبيهيف زي ما متوقع فيه، بس عندي مشكله في مثلا ان انا الاس ام اس، ان انا مش قادر ابعت اس ام اس دلوقتي. مجرد ما مثلا الاس ام اس جيت واي دي تبقى اب اند راننج تاني، يبقى انا عندي ابديت للستيتس ان دلوقتي خلاص الجزء ده شغال. او لو كان في ديجراديشن، يعني مثلا الاس ام اس بتاخد ديلي، فانا اوير من ده، والسيستم ريزيلينس ان هو يبدا يكمل شغل عادي وما يبقاش ده بوتل نيك بالنسبه له، وما يقللش البرفورمانس بتاع الابلكيشن، ما يبقاش فيه ديبندنسي على الديلي ده. ساعتها ممكن السيستم يسكيل اوتوماتيكلي بحيث ان هو يالوكيت مور ثريدز، او ان هو يقرر ان هو لا خلاص انا هوقف الاس ام اس دلوقتي وهقول ان هيبقى في ديلي للاس ام اس وحاططها في كيو، وحاجه زي كده ممكن تكون حل زي ورك اراوند. طبعا السيستمز اللي هي مش محبذ ان انا اعمل عليها كيس تيستنج، طبعا الابلكيشنز اللي هي ديسكتوب انا مش هعرف اعمل قوي كيس تيستنج لو الابلكيشن مش بتعتمد على حاجه اكسترنال. والسيستمز اللي هي انا مش محتاج اعمل عليها كيس تيستنج اللي هي بيقولوا عليها مش ميشن كريتيكال للسيستم، يعني انا عندي تول مثلا انترنالي حتى تكون الماركتنج تيم بيستخدمها، فممكن التول دي مش شغاله، انا مش محتاج اعمل عليها كيس تيستنج لان هي حتى لو فيها مشكله امباكت تيم انترنالي مش اليوزر، ويبقى الامباكت مثلا within working hours بس، مش هيبقى اللي هو 24/7. ودي النقطة اللي بعدها، ان انت لو السيستم بتاعك الاس ال اي بتاعه مش اللي هو 24/7، انا ساعتها مش محتاج ان انا اعمل كيس تيستنج، انا هبقى اكتفي بس بالمونيتورنج. الكيس تيستنج مينلي للسيستمز اللي هي زي مثلا نتفليكس او اي حاجة مطلوب ان هي تكون اب اند راننج طول الوقت وما يكونش فيه اي امباكت على اليوزرز بصرف النظر عن التايم زون اللي اليوزر فيها، سواء كان في مثلا ميدل ايست او في افريقيا او في اوروبا او امريكا. ساعتها انا بقى محتاج اعمل الكيس تيستنج ده عشان اتاكد ان كل اليوزرز هيبقوا افكتد بشكل ازاي لو في مثلا مشكله في جزء من السيستم ده. دلوقتي انا عندي ديمو كده ابلكيشن او سيرفيس، هحاول ان انا اعمل سيميوليت او افكر معاكم كده ايه اللي ممكن اعمله في الكيس تيستنج واشوف الامباكت، وساعتها هبدا اطلع مثلا ريبورت للستيتس بيج دي او اقول ايه الامباكت بتاع المشكله اللي حصلت. تعالوا نشوف كده. انا سيميوليت ان عندي في اونلاين بوك ستور سيستم بيتكون من اكتر من سيرفيس. عندي مثلا بوكس بيرشيس سيرفيس،
دي اللي هي مثلا اليوزرز بيشتروا منها، وعندي في بورو سيرفيس الناس بيقترضوا منها الكتاب بيستلفوه بعد كده بيرجعوه بعد وقت معين. بوكس ليستنج دي مثلا اللي فيها الليستنج بيج بتاعه البوكس. في عندي هنا كاستمر بروفايل سيرفيس، وعندي مثلا بوكس انفنتوري سيرفيس دي اللي بتبقى فيها معلومه انا عندي مثلا قد ايه من الكتاب ده، سواء لان انا استلفه او ان انا اشتريه. انا ما دخلتش قوي في تفاصيل السيستم، بس كنت عايز اوضح بس النقطه اللي هي لما يكون في اكتر من ديبندنسي واكتر من فانكشن موجوده في نفس السيستم، لو انا عايز اعمل كيس تيستنج ممكن اعمله ازاي في حاجه زي كده، بصرف النظر بقى الديزاين ده احسن حاجه ولا اوحش حاجه. انا عندي هنا مثلا كومبوننت زي الاي بي اي جيت واي، وعندي النوتيفيكيشن كيو، عندي مثلا نوتيفيكيشن سيرفيس دي هتبعت نوتيفيكيشن لليوزر لما يحصل مثلا اوردر وعايز يبعت ايميل ان الاوردر ده استلمناه وعملنا بروسيسنج حاجه زي كده. انا مقسم السيستم مثلا في حاجه اسمها كاش برضو اللي هي الموست ريكويستد مثلا 5% بوكس كاش، لو عشان نقلل الهيت مثلا او على الاقل نسرع الاكسبيرينس بتاعت البراوزنج، لان معظم الوقت هيبقى السيستم مثلا اليوزر هيبقى بيبراوز وبيختار البوكس. في كل سيرفيس ليها الداتابيز بتاعتها بتاعت الاوردرز بتاعت الشراء، الاوردرز بتاعت اللي هي استلاف الكتاب، والليستنج بيج، وبرضو الكاستمر انفورميشن والبوكس انفنتوري، معلومه بقى الكتاب ده موجود منه قد ايه للشراء او للاقتراض. السيستم زي ما انتم شايفين اهو. هبدا افكر اعمل كيس تيستنج. طب هفكر في ايه؟ عندي مثلا اي بي اي جيت واي دي شكلها كده سنجل بوينت اوف فيلير. هل هي 100% سنجل بوينت اوف فيلير؟ يعني لو السيستم فيه مشكله مفيش اي حاجه هتبقى شغاله؟ لو فكرت كده هلاقي ان ممكن تكون النوتيفيكيشن سيرفيس، لو انا عندي حاجات يعني مسجز في الكيو شغاله والاي بي اي واقف، نظريا النوتيفيكيشنز ممكن تكمل. يعني لو انا اوريدي في عندي كيو لاوردرات مثلا اتعملت، النوتيفيكيشن سيرفيس في حد ذاتها مش هتبقى امباكتد علشان الكيو هو اب اند راننج والسيرفيس اب اند راننج، مفيش ديبندنسي هنا على الاي بي اي جيت واي. طب الاي بي اي جيت واي دي ممكن تكون سنجل بوينت اوف فيلير. طب ايه الحل بقى بتاعها؟ هل انا محتاج اعمل اكتر من اي بي اي جيت واي تخدم كل سيرفيس لوحدها؟ طب ما انا في الاخر هبقى محتاج برضو اي بي اي جيت واي تربط الكلام ده. فالحل بقى ساعتها ايه؟ انا ممكن افكر ان انا اعمل هاي افيلابيلتي في الجيت واي، اعمل مثلا ان هي تكون موجوده في اكتر من زون. لو انا عندي مشكله في زون مثلا في داتابيس او داتا سنتر، ممكن اسويتش يبقى الزون الثانيه تبدا تخدم سنتر مثلا تاني. لو انا عندي مثلا في امريكا مثلا واوروبا، والداتا سنتر اللي في امريكا فيه مشكله من ناحيه الجيت واي لكن باقي السيستم شغال، طب انا كده ممكن اخلي الاي بي اي جيت واي بتاع اوروبا يخدم اليوزرز بتاع امريكا وبعد كده يراوت على الداتا سنتر بتاع امريكا. هل انا بقى عندي انستراكشنز واضحه ازاي اعمل حاجه زي كده؟ هل انا عندي كونفيجريشنز كديف اوبس او كتيم عموما اقدر اعمل الكلام ده في وقت قليل مجرد ما المونيتورنج اليرت يقول لي ان في مشكله في الجيت واي في الداتا سنتر اكس؟ هي دي الاجابه اللي انا محتاج اطلع منها من الكيس تيستنج. عندي مثلا البيرشيز برضو سيرفيس، انا دي عندي ليها داتابيز. طب لو الداتابيز بتاعت البيرشيز اوردرز فيها مشكله، هل باقي السيستم هيبقى فيه مشكله؟ يعني انا شايف ان مش هيبقى فيه مشكله، على الاقل بالنسبه ان الكتب مثلا اللي هي البوكس ليستنج هتبقى شغاله كسيرفيس لان هي بتعتمد على داتابيز ثانيه. يبقى انا كده عندي ستيتس بيج بتقول ان البيرشيز هو اللي فيه مشكله، لكن مثلا اللي هي البوروينج ما فيهوش مشكله، البراوزنج ما فيهوش مشكله، الكاستمر بروفايل ما فيهوش مشكله، النوتيفيكيشنز وهكذا. ساعتها محتاج ابديت الستيتس بناء على الكومبوننت اللي فيها مشكله. طيب بالنسبه لمثلا الكاش، طب لو الكاش فيه مشكله ايه اللي هيحصل؟ هل هتبقى فيه مشكله ان في لود عالي على البوكس ليستنج سيرفيس، ولا هيبقى مشكله على اللود على الداتابيز؟ لان ساعتها الليستنج بيج نفسها هتاخد وقت اكتر عشان تبروسس الريكوست. فلو هي سي ان هي عندها مثلا 10 ثريدز والثريدز اوريدي الوكيتد ان هم بيكلموا الداتابيز اللي هي بتاخد وقت اكتر عشان ترد مقارنه بالكاش، فساعتها هل انا محتاج سكيل على السيرفيس على الليفل بتاع البوكس ليستنج سيرفيس، ولا الابلكيشن هتبقى شغاله بما يكفي يعني فيها ريسورسز كفايه؟ ده سؤال برضو محتاج اجاوبه، ومحتاج اكتب الانستراكشنز اللي انا محتاج اعملها لو في اكشن انا محتاج اخده. مثلا لو الكاش ده فيه مشكله محتاج ان انا اعمل اوتو سكيلينج، او ان انا حتى لو اعمل مانوال سكيلينج يبقى عندي الستبس اللي انا محتاج اعملها علشان اعمل مانوال سكيلينج للبوكس ليستنج سيرفيس، او ان انا محتاج اريستارت مثلا الكاش او سويتش لو عندي كاش تاني او حاجه زي كده. طب لو الكاش بقى رجع اب اند راننج، هل الابلكيشن هتكونكت لوحدها للكاش تاني، ولا هيبقى على طول في مشكله؟ يعني هي في سيركت هيبقى اوبن وساعتها الابلكيشن هتقرر ان هي تكلم الداتابيس دايركتلي، ولا في حاجه انا محتاج اعملها في الابلكيشن بحيث ان هي اوتوماتيكلي تعمل الكلام ده من نفسها؟ او حتى لو في مانوال ستيبس انا برضو محتاج اكتبها
علشان وقت الكيس وقت الكرايسيس ما يبقاش فيه حاجه مش واضحه، انا لسه بقى هفكر انا الحل ده هيبقى ايه، لان هي دي بتبقى المشكله. انا عايز اقلل الوقت بتاع الريبير، عايز اخلي السيستم اب اند راننج تاني في وقت قليل، واليوزر يبقى ايه واخد مينيمم امباكت على الاقل على الجزء اللي فيه المشكله. نفس الكلام بقى عندي الداتابيس بتاعت الانفنتوري. طب الانفنتوري طب كده هو بيأثر على حاجتين، بيأثر مثلا على البوكس بيرشيس سيرفيس والبورو. طب انا عايز اعرف دلوقتي الكتاب ده اعرف اشتريه ولا لا، دي مشكله. طب هحلها ازاي؟ انا كده مش هعرف احلها ولا لا. طب انا لو عندي كاش مثلا للانفنتوري، هل انا اقدر اعتمد عليه؟ طب هل انا اقدر اسيوم ان انا عندي في الانفنتوري؟ لا، انا كده محتاج اخد راي البيزنس. طب انا لو انا عندي سي كونفيدنس ان الانفنتوري غالبا هيكون في مكان، طب انا مش عايز اخد القرار بناء على جزء، طبعا محتاج اكلم البرودكت او البيزنس. لو انا عندي مشكله في الانفنتوري، ايه اللي ممكن اعمله؟ ممكن ابعت مثلا الاوردر بتاع البرشيس ده مثلا في كيو، يبقى انا ساعتها محتاج اغير السيستم ديزاين بتاع الاونلاين بوك ستور ده واحط مثلا في كيو، ويبقى في بروسيسور تاني او هاندلر هو اللي بيشوف الاوردرز بتاعت البرشيس وياخدهم يعمل لهم بروسيسنج اسينكرونس. طب المسج اللي هبعتها لليوزر هتبقى ايه؟ هل اقول لليوزر ان انا عملت بروسيس للريكوست بتاعك، ولا هقولها له ازاي؟ هل ساعتها محتاج اقول له ان انا عندي الريكوست بتاعك استلمته، بس انا محتاج مثلا وقت ان انا هرد عليك بعد مثلا سي اكس ساعه او ساعتين، او ان انا as soon as possible مجرد ما يبقى عندي انفنتوري؟ هل اعتبر ان اصلا انفنتوري فاضي وابعت رساله اقول لليوزر الانفنتوري فاضي في الوقت ده لغايه اما الانفنتوري سيرفيس تبقى اب اند راننج، واقول له مثلا مجرد ما يبقى الكتاب افيلبل ساعتها هبعت لك الكتاب؟ طب الاكسبيرينس اصلا بتاعت ان اليوزر اختار الكتاب بناء على ان في مثلا في افيلبل 3 كتب، هل ساعتها محتاج اقول لليوزر ان الكتب دي خلصت اثناء ما انت في السيشن كنت بتعمل براوزنج بتكمل الاوردر والتشيك اوت؟ يبقى انا ساعتها محتاج ابديت مثلا التشيك اوت بيج، اقول ان مثلا الكتب اللي موجوده في الشوبينج كارت مش ريزيرفد ليك او مش لوكد ليك، بمعنى ان انت ممكن وانت خدت وقت اثناء البروسيسنج بتاع التشيك اوت اللي هي ان انا بشتري الكتاب ممكن تكون الكتب دي خلصت. وده ساعات بيحصل لو حد جرب اونلاين شوب، ساعات بيحصل ان انت يبقى شايف في الكتالوج، شايف حتى ساعات بديلي شايف في الكتالوج ايتم معينه وتيجي تشتريها يبقى في مشكله اثناء التشيك اوت ان هو مش عارف يشتريها لان هي مش موجوده في الانفنتوري. فهو ده اللي انا بتكلم عليه، ان الكيس تيستنج بيخليني افكر في سيناريوز كمان اكتر. لما يكون في جزء من السيستم في مشكله، انا بيهيف ازاي؟ البوكس ليستنج مثلا بيج، طب هي لو مش شغاله، طب هل انا عندي امكانيه ان انا اسويتش لحاجه تانية؟ مثلا لو في كاش مثلا على الليفل بتاع السيرفيس نفسها، هل ان انا ممكن اعتبر ان الكاش ده كافي وابدا اعتبره مثلا زي لوكال كاش كومبيرد مثلا للسيرفيس دي نفسها؟ ممكن اقول ان في الكتاب ده انا لسه عامل مثلا سي 10 ريكويستس النهارده، فانا عارف ان هو موجود غالبا ما اتشالش، يبقى انا ساعتها هشوف الانفنتوري، لو هو موجود في الانفنتوري يبقى هو خلاص موجود. هل انا عندي تريد اوف تاني مثلا ان انا احط برضو المسج اللي طلعها لليوزر؟ طيب البروفايل مثلا سيرفيس دي لوحدها مش مرتبطه بباقي البوكس سيرفيسز، يبقى هي مثلا بس تعتمد على الداتابيز. طب لما يكون فيها مشكله يبقى كل السيستم مثلا بتاع البوكس نفسه شغال بس اليوزر مش قادر يعمل ابديت للبروفايل. طب هل لو البروفايل مش سيرفيس مثلا مش اب اند راننج، هل اقدر هعمل بيرشيس اوردر ولا لا؟ هل هيبقى عندي البروفايل انفورميشن ولا هي موجوده مثلا في السيشن او اللي هو اللوجن توكن، يعني هتبقى موجود مثلا معلومات بتاعه اليوزر ده ساكن فين او اللي هو الدليفري ادرس وكده، ممكن اطلعها لليوزر في التشيك اوت ولا لا؟ هي دي هدف الكياس تيستنج، ان انا ممكن اسيميوليت المشاكل قبل ما تحصل، سواء ان انا اكتب ستيبس مانيوال ان انا انفذها وقت المشكله علشان اوفركم السيتويشن اللي السيستم بقى فيه، ولا انا عندي اوتوميشن للستيبس دي يكون احسن طبعا على اساس ان انا يبقى المانيوال ستيبس اقل، وطبعا ده هيقلل الوقت اللي هو التايم تو ريبير، ويبقى عندي اويرنس بايه الديبندنس في السيستم وايه اللي ممكن يحصل لما يكون اكس كومبوننت فيها مشكله، وابدا اكون وجهه نظر عامه عن السيستم بتاعي. ده كان باختصار الكياس تيستنج او المونكي تيستنج واهميته واحنا ممكن نعمله ازاي والستبس بتاعته والاوتبوت الاكسبكتد منه يبقى ازاي. وطبعا اتكلمنا على اهميه المونيتورنج، يعني كيس تيستنج من غير مونيتورنج يبقى ملوش لازمه، لازم يبقى عندي مونيتورنج واضح، الرولز مثلا بتاعه السيستم، ايه الكومبوننتس الاب اند راننج، لو في مشكله في كومبوننت معين انا عارف من المونيتورنج، او حتى اليوزر سيناريوز اللي هي الكريتيكال لليوزر يبقى عندي مونيتورنج
مونيتورنج ليها، ويبقى عارف ان مجرد ما يبقى في كيس معينه المونيتورنج هيقول لي ايه المشكله، وابدا ساعتها ادوكيمنت الستبس اللي انا عملتها عشان احل المشكله دي، او على الاقل اخلي السيستم في ستيبل ستيت، سواء ان انا اعمل لها اوتوميشن ستبس دي بعد كده ولا لا، بحيث ان انا يكون عندي تصور كده لما المشكله تحصل ايه اللي المفروض اعمله، محتاجش وقت كتير في التفكير، ويبقاش الموضوع ياخد وقت كتير ويأثر على اليوزر، يبقى اقل وقت ممكن في يوزر امباكت، وان شاء الله يكون الموضوع واضح وبسيط. ولو في حد عنده اي سؤال ممكن يكتب لي في الكومنتس، يبعت لي على تويتر، يبعت لي على يوتيوب، وزي ما هو عايز، وان شاء الله هجاوبه. شكرا.